بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها لورا وعندها 18 سنة، وبتكون قاعدة في المحاضرة بتاعتها وفجأة بيجيلها ألم شديد في بطنها لدرجة إنها مش بتقدر تتحمل الألم، وبتقع على الأرض وبيغمى عليها وبياخدوها بسرعة على المستشفى. وبتعرف إن الألم ده بسبب إنها بقالها 3 أيام ما بتاكلش، والدكتورة بتسألها عن السبب، فلورا بتقولها إن هي معاش فلوس كفاية علشان تاكل، ولورا بتسيب الدكتورة وتمشي. ولما لورا بتروح بنعرف إن هي عايشة مع حبيبها مانو، وبيكون متفق معاها على دفع نص مصاريف البيت. ولورا بتحكي له على اللي حصل معاها في الكلية، وبتعرفوا إن الفلوس اللي بيبعتها أهلها ليها مش بتكفي غير الإيجار وبس. فبنصحها مانو إن هي تشوف شغلانة تانية لأنه مش مستعد إنه يشيل مصاريف البيت لوحده، وبيطلعوا يعملوا شاي بلبن مع بعض. بس الكهرباء بتقطع لانهم مش دافعين فاتورة الكهرباء. لورا بتخش على النت عشان تدور على وظيفة تانية تساعد بيها نفسها، بس كل الوظائف بترفض الطلاب وبيكون شرطهم التفرغ التام. لكن وهي بتدور في النت لقيت شغل للناس اللي فوق 18 سنة، فبتوصل واحد اسمه جو عنده 50 سنة وبيكون طالب واحدة تروق عليه الجو. فلورا بتكون مترددة بس بتكلمه وتعرفه على نفسها، فبيقولها ان هو محتاج شوية حنان محروم منهم من زمان. وتاني يوم لورا بتجهز نفسها عشان تروح تقابل جيون، وفعلا هتروح للمكان اللي هتقابله فيه وبتكون متوترة جدا، وده بيكون عشان هي أول مرة تعمل كده. وفي الوقت ده جون بياخدها على فندق وكاتب لها ورقة مكتوب فيها الحاجات اللي هو عايزها منها، ولورا بتعمل شاي بلبن معاه بس بتكون متوترة جدا، فبيفهم ان هي أول مرة تعمل كده، فبتصعب عليه، فبيقرر انه يسيبها ويديها الفلوس وعليها فلوس زيادة. ولورا بتاخد الفلوس وبتمشي وبتكون فرحانة أوي ان هي بقى معاها فلوس، وبتروح على مطعم وبتفضل تاكل الأكل اللي نفسها فيه. بعد كده بتخش تتفق على مقابلة تانية، وشكل كده الموضوع عجبها، وبنشوفها وهي في المطعم قاعدة مع الزبون الجديد. وبعد ما خلصوا أكل بياخدها في العربية في مكان هادي، فبيقول لها ايه رأيك اشغلك الدفاية عشان تقلعي وتاخدي راحتك. فبرضه كانت خايفة من اللي هيحصل، بس هو ما كانش فارق معاها هي خايفة ولا لأ، وبيتعامل معاها بكل أسوأ. وطبعا لورا بتكون ندمانة أشد الندم على اللي هي بتعمله ده. وبعد ما بيخلص معاها بيديها فلوسها ويرميها في الشارع. بتحس ساعتها لورا بالإهانة لأنها حاسة إن هي بقت رخيصة، فبترجع لورا على البيت وهي حزينة ومتضايقة. وأول ما بيرجع حبيبها من بره بتجري عليه وبتحضنه، إنها بتبقى خايفة ومتوترة جدا وعايزة تحس معاه بالأمان. لكن حبيبها ما بيهتمش بيها وبيطلب منها فلوس الإيجار، وبسبب معاملة حبيبها الوحشة ليها بتقرر لورا إن هي تسيب البيت ده وتروح تعيش مع أختها. وبسبب الدوشة اللي عاملها ابن أختها ما بتعرفش تذاكر خالص، وبتروح لورا تذاكر في نايت كلاب. قال يعني ده هو اللي هادي، ماشي هنعديها علشان المخرج عاوز كده. وقتها بيتجمع حواليها شوية شباب سكرانين وبيفضلوا يضايقوها لحد ما بيتدخل واحد اسمه بنيامين، وبيمثل انه حبيبها وده علشان يقدر يبعد الشباب اللي حواليها. فبيقعد بنيامين معاها وبيتعرف عليها، وبيقرر اللي يوصلها لبيت اختها. قلبه حنين بس بيقرب منها وبيديها بوسة، وبتقابله قبل ما تروح ان هي تكلمه بعد الامتحانات ما تخلص. وتاني يوم لورا بتروح استوديو وبتتصور صور سافلة. قريب بيقولها لو عايز تبقى مشهورة لازم تقلعي اكتر من كده، وبتقوله ان هي مش عايزة ان دي تبقى شغلانتها الاساسية. لما بيديها فلوس وتلاقيها قليلة بيقول لها على قد تعبك عسولة، بس لو عايزة فلوس اكتر من كده في واحد عايز يشرب شاي باللبن معاكي وهيديكي 200 يورو في الساعة. فبتقوله ان هي تتصور لكن تشرب لا، مؤدبة. فسابته ومشيت. أصيلة يا لورا. ولما بترجع بتحس إن هي حزينة أوي ومش مستريحة للي هي بتعمله، فبتبحث عن النت وبتكلم واحدة على فيديو كول على نفس الموقع بتاعها. فالبت بتقول لورا انت قابلت كام واحد، ولورا بتقولها قابلت 2. فبتقولها انت غلبانة خالص. بتقولها ان هي قابلت 25 واحد. وبتقرر لورا ان هي تستمر في مقابلتها مع الزباين لغاية ما بتظهر نتيجة الامتحانات بتاعتها، وبتجيب درجات أقل من اللي بتجيبها في السنين اللي فاتت. وبتكون محتاجة لورا وقتها إن هي تشتري لابتوب عشان يساعدها في المذاكرة أكتر. فبتكلم جو بتقول إن هي محتاجة لابتوب ضروري، فبياخدها وبيروح على الفندق. ولما بتدخل الأوضة بتلاقي لابتوب شغال على أفلام تعذيب، وطبعا بيكون جنب اللاب ورقة الطلبات بتاعت جو. وقتها بيطلب منها تنام على السرير وتشوف ايه اللي تحته، وساعتها بتلاقي لابتوب جديد وبتكون فرحانة جدا. بس زي ما احنا عارفين مفيش حاجة بتيجي ببلاش، علشان جو بيتحول عليها وبيكتفها ايدين ورجلين، وبيفضل يعزف فيها لحد ما بتقدر تهرب منه، وبتجري على طول تلبس هدومها. وبيحاول جو يكلمها بس هي خلاص بتبقى اتقفلت منه، وبتاخد اللابتوب بتاعها وبتسيبه وبتجري. ولما بترجع على شقتها بتكون منهارة بسبب اللي حصل لها. معلش يا لورا، أكل العيش مر. وفي نفس اليوم بالليل بيجيلها بنيامين ببوكيه ورد عشان عيد ميلادها، وبيدخل معاها شقتها وبيكون رومانسي خالص لدرجة انه مبيضيعش وقته وبيكون عايز يعمل معاها شاي باللبن. بس وقتها بتفصل منه وبتقرر ان هي تكون صريحة معاه، وبتحكي له عن نفسها وبتعرفه ان هي شغالة شغل شمال، وانها اضطرت تعمل كده عشان تقدر تصرف على نفسها، ده لانها اتربت مع عيلة فقيرة. ولورا وقتها بتكون خايفة ان بنيامين ياخد عنها فكرة وحشة، لكنها بتستغرب لما بيحضنها ويقول لها انه بيحبها حتى بعد ما سمع كل ده منها.
وقرونه بتكبر اكتر وبيقول ان هو موافق على شغلها، وبيكمل اللي كان بيعمله معاها ولا كأنه سمع حاجة. وبعدها شغلها بيزيد والضغط كتر وبقت تقابل أكتر من زبون في اليوم، لحد ما في واحد اتفق معاها يديها 200 يورو بس، بعد ما بيخلص بيديها 20 يورو بس. فلورا بتكون متضايقة وبتروح تحكي لبنيامين ويقول لها متزعليش، المرة الجاية باخد الحساب قبل أي حاجة، ده أنت مش بنيامين، ده أنت بن شمال. وقتها بتتعلق بيه أكتر وقرونهم بتكبر أكتر، وبنيامين مش بيهمه حاجة منها غير الفلوس اللي بتجيبها والشاي بلبن. وبيجي يوم بتخرج لورا مع بنيامين وبيقعدوا سوا يتعشوا، وفجأة بيجيلها اتصال من واحد من زباينها واللي بيكون عايز يقابلها ضروري، فبتعتذر له لورا انها مش فاضية وبتقفل معاه، لكنه بيفضل يزن عليها وبيرن تاني. فبيتعصب بنيامين وبقرونه بيرد عليه وبيزعق له، وبيسيب لورا المطعم وبيمشي. ولما بيرجعوا البيت لورا بتحاول تصالحه، لكن هو بيكون رافض يتكلم معاها. وبنيامين بيقولها ان هو مش قابل الوضع ده وبيطلب منها ما تقابلش حد تاني، لكن لورا ما بتقدرش انها تنفذ طلبه ده علشان بنيامين اصلا مش شغال وهي اللي بتصرف عليه. بس بنيامين كان بيراقبها وشافه وهي نازله مع جون من الفندق، فبيروح لها وبيزعق لها وبيقول لها ان هي كلبة فلوس. فبتتعصب لورا عليه وبتقوله ان هي بتصرف عليه وان من غيرها ما يسواش حاجه. فبيقرر بنيامين ان هو ينفصل عنها، ولورا بتقرر ان هي تبطل الشغل الشمال وتقطع علاقتها بالزباين، وبتروح للمصور وبتطلب منه انه يمسح الصور بتاعتها. فبيحاول المصور يبتزها ويقول لها يعمل شاي بلبن، فبتضربه. وبتتصل بجو بتقول ان المصور ضحك عليها ومرضيش يمسح صورها من على الجهاز، بتعرفه انها تسيب البلد كلها وتمشي. وجو بيطلب منها ان هي تيجي تقعد معاه ويديها 5000 يورو، وفعلا بتروح له وبتقرا الحاجات اللي هو طلبها منها، وبيعرف ان هم يقعدوا نص ساعة بعد كده يروحوا نايت كلاب بيروق عليها هناك. وبعد ما يخلصوا بيروحوا على النايت كلاب، بس الفجأة ما هو بيطلعش نايت كلاب، بيطلع ان هو جايب زمايله العواجيز معاه. وبعد ما بيعملوا شاي باللبن كلهم معاها بتكون قرفانة من نفسها جدا، فجو بياخدها وبيروحوا على الفندق. فجو بيقول لها تغير هدومها لما تطلع هتلاقي الظرف اللي فيه الفلوس، وفعلا بتخش لورا على الحمام وهي بتفضل تعيط. ولما بتطلع بتلاقي الظرف موجود على السرير، بس لما بتطلع بتعرف ان جو نصب عليها هو كمان وساب لها 100 يورو بس. فبتنهار لورا وقتها علشان ضحك عليها. ومن اللحظة دي بتفوق لورا وبتقرر ان هي لازم تغير حياتها، وان الشغل الشمال عمره ما بيفيد صاحبه، وان هو بيخليه رخيص، وانها لازم تدور على شغلانه حقيقيه ومحترمه. واخيرا لورا بتلاقي شغل في مطعم بسيط، والمدير كمان بيوافق ان هو يشغلها فتره صغيره عشان دراستها. ومع الوقت بتقدر لورا ان هي تثبت كفاءتها في الشغل، وبتقدر لورا ان هي تتخرج من الجامعه بتقديرات كويسه جدا. ومن شغلها ده بتقدر كمان تجيب شقه ليها مستقله من غير ما تحتاج لاي شخص او تمشي شمال. وهنا بيخلص الفيلم، نتقابل في الفيلم الجاي. شكرا لك يا صديقي.